تمرينة البوش اب والضغط هي ارخص تمرينة تقدر تعملها في المنزل. تقدر تبدأ انك تعملها على ركبك او تقدر تعملها على الحيطة، بعد كده تطور الاداء بتاعك وتعملها وجسمك مفرود. لازم اليد بتاعتك تبقى بشكل افقي على جسمك عشان مفصل الكوع ما يتعبش. بعد كده ممكن تطور التمرينة اكتر وتمسك دمبل سداسي او دائري بحيث تنزل بشكل اعمق على الارض. ممكن كمان تطور التمرينة اكتر وتمسك البوش اب بارز زي كده، بتكون اريح للساعد لانه بيبقى مفرود، بلس ان هي فيها فوم فبيبقى اريح لك في التمرين. وممكن تطور اكتر واكتر وتستخدم البوش اب تويستر اللي هي بتتحرك حركه دائريه يمين وشمال، فتقدر تزود بيها عدد التمارين وتنزل بعمق اكتر وهي فيري ستيبل على الارض. وكمان اخيرا تقدر تضيف الاكسرسايز باندز او الشنط الباك باك على ظهرك وانت بتتمرن، دي برضو هتسبب ليك زياده في الوزن وزياده في الاداء. طبعا احنا ما بننصحش تماما ان احنا نعمل 100 بوش اب ديلي لمده 30 يوم لان لازم ناخد وقت للريكفري بتاع المصل. بنفكركم دايما تتمرنوا بقيه عضلات الجسم وخصوصا عضله الباك علشان الجسم يبقى سيمتريك وشكله كويس جدا. من اهم العضلات اللي بتاثر عليها تمرينه البوش اب او تمرينه الضغط هي التشيست والكور والشولدر وطبعا الساعد، وكمان بتاثر على السيريتس انتيريور. التشكيله طبعا متوافره في ظهر تيبا مول عندنا، ونقدر نشحن لحضرتك الاوردر اونلاين. تشرفونا. شكرا.